الهيب ثراست بشوف بنات كتير قوي بتعمل التمرين ده غلط. لا مش بنات بس على فكره، انا كمان بشوف ولاد كتير بتعمله غلط. ماشي، بس البنات بيعملوه اكتر غلط عشان هم البنات بيلعبوا وبيهتموا بالجلوتس اكتر، فتمام يعني نمشيها اولاد وبنات بس بنات اكتر. ماشي خلينا نوريكم التكنيك الصح بتاع التمرين ده ازاي. احنا دلوقتي ستيبس بسيطه قوي. التمرين ده انا هقول لك على هاك لذيذه قوي، هو من اهم التمارين اللي لازم تبقى انكلودد في التمارين الجلوتس عامه، يعني وي كانوت سكيب ات. اوكي، فاهم حاجه في القصه دي ان احنا الهاك اللذيذه اللي انا اتعلمتها ان احنا بنشوف ركبتنا فين. يعني انا دلوقتي قاعده رايت انجل على البنش، بشوف ركبتي فين بستعمل ويت عند ركبتي، علامه مظبوط، وعند الحته دي مظبوط، عند الحته دي بطلع كعبي. alright، وبعد ما بطلع كعبي بطلع فوق علشان تبقى رجلي رايت انجل. انا اهم حاجه بالنسبه لي رجلي تبقى رايت انجل ووسطي ملفوف لجوه والتشين بتاعتي على قدام. لما باجي بعمل الحركه دي بنزل لغايه الاخر بالتشين بتاعتي، لان انا بشوف ناس كتير بتعمل كده وتبتدي تعمل تراست. اقدر انزل اخري فين؟ هل لازم انزل للاخر خالص تحت؟ ما بلمسش الارض، بس بنزل لغايه الاخر. لو انت مش هتنزل لغايه الاخر وهتفضل فوق، دي اسمها جلوت بريدجز مش هيب تراست. الهيب تراست اللي بنزل بيها تحت خالص وثرست على فوق. خدوا بالكم يا جماعه، ده من احسن التمارين واقوى التمارين للجلوتس. مظبوط، وعادي تقدروا تزودوا فيه وزن عادي. في نقطه برضه انا بشوفها كومن دايما، ان وده برضه البنات هي اللي بتعمل الموضوع ده. انت متحامل جامد على بس هم ما بيوصلوش البار. يعني ايه ما بيوصلوش البار؟ يعني بيبقى البار مش جاي على النص بطنهم، يعني بيبقى البار مثلا مرحل يمين شويه او شمال شويه، فبيبدا الوزن كله يقع من ناحيه واحده طبعا، ودي بتسبب انجريز على لونج ران. فالبار المفروض يكون عند الهيبس زي ما انا وريتكم، وبالثرست على فوق، سكويز ذا جلوت فوق. pause for 1 second دايما، لازم اثبت في كل عده ثانيه واحده، وبعدين ريليس سلولي. عايز تجرب؟ نجرب.